السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مستر خالد مع درس جديد وشرح جديد وشغل جديد. طيب النهارده هناخد ايه؟ قال لك النهارده هناخد الكونتراست كونكتورز. طبعا كل عام وانتم بخير بحلول ان شاء الله شهر رمضان المبارك. ما اعرفش انت لما تشوف الفيديو هيكون لسه دخل ولا لسه فاضل له كمان كام يوم، بس ان شاء الله يكون شهر كريم وفضيل على كل المصريين وكل المسلمين كل الاسر على انحاء كل الدول العربيه ان شاء الله. طيب هنبدا النهارده في الكونتراست كونكتورز. ايه هم الكونتراست كونكتورز الاساسيين عندي او البيزكس عندي في الدرس ده؟ عندي حاجه وليكن زي although وشبيهتها او اللي انا بحب اشبهها بيها while، وعندي but، وكان عندي ايه تاني however. كل واحدة فيهم بتستخدم بشكل مميز بشكل واضح جدا وصريح، وكل واحدة فيهم ليها معنى وليها استخدام. ولكن خلينا نكون متفقين قبل ما نبدأ الدرس ان الكونكتورز دي كلها بتربط ما بين جملتين. الجملتين هما لازم يكونوا هما الاتنين عكس بعض. عكس بعض في ايه بالظبط؟ عكس بعض في المعنى، ماليش دعوة بالجرامر. اذا كانت دي منفية او مثبتة لا ما يخصنيش، انا اهم حاجة بالنسبة لي هو معنى الكلام. طيب هنبدأ نشرح واحدة واحدة وهنفهم النظام عامل ازاي. عندي وليكن حاجة زي although بتيجي بمعنى ايه؟ قال لك although بتيجي بمعنى على الرغم من. although بتيجي بمعنى على الرغم من. قال لك although بتيجي عادي جدا، ممكن تيجي لي في الاول اذا كانت هتيجي في اول الكلام، وقال لك هي كمان ممكن تيجي لي في المنتصف، يعني منتصف الكلام. طيب هنا هديك مثال عليها، بيبدأ يقول لي although. طبعا هنا لازم يكون الحرف ده capital. طيب although she studies hard, she failed. بقول لك على الرغم من انها ذاكرت بجد الا انها ايه؟ failed، سقطت. طبعا هنا واضح جدا ان هما جملتين مثبتين، بس مش معنى كده ان الجملتين بيساووا بعض، لا يا عزيزي. هنا الجملتين عكس بعض. ليه عكس بعض؟ لان انا بقول لك انا دي واحده ذاكرت كويس جدا وسقطت ما نجحتش، فطبيعي جدا ان هنا الجملتين معناهم متعاكس، معناهم مش مظبوط، معناهم مش مترادف مع بعضه، فعشان هنا استخدمت although. طيب هل ممكن اجيب although في النص؟ طبعا يا عزيزي عادي جدا. هنا هقول لك ايه؟ she failed، هي سقطت. although she studies hard، هي سقطت على الرغم من انها بتذاكر بجد. فهنا بس خلي بالك هنا انا هنا حرف الايه جالي small، هنا جالي capital. طبيعي الفرق واضح جدا. هنا انا في اول الكلام، اما هنا انا في منتصف الكلام، في نص الكلام. يبقى هنا دي كانت قاعدة although. طيب تعالي لي بقى الناحية التانية على while. ايه قصة while؟ قال لك while متشابهة شوية مع although في ايه؟ في ان هي بتيجي في منتصف الكلام وفي اوله عادي جدا. طيب ايه تاني؟ قال لك لا while بقى على عكس although بتيجي بمعنى عندما او اثناء. يعني اثناء ما كان في حاجه بتحصل حاجه تانية بتحصل. طب يا مستر ايه علاقه ده بالكونتراكشن؟ ايه علاقه ده بالكونتراست كونكتورز؟ ايه علاقه ده بالتضاد في المعنى؟ هقول لك انا لما انا كنت تعبان ذاكرت بجد. برضه هنا جملتين عكس بعض، وهنا معناها اذا كان عربي او انجليش ما سببتليش مشكله في المعنى. فبالتالي فكره استخدام while في الكونتراست كونكتورز هي فكره صحيحه بنسبه 100% وما فيهاش اي مشكله. خلي بالك ان while من ضمن الجمل البسيطه الحلوه
اللي كانت بتجيلك في درس الباست continuous والباست سامبل، الماضي المستمر والماضي البسيط، ودي هيبقى لينا فيها ان شاء الله في فيديو تاني قصة تانية خالص. طيب تعالى لي هنا الاول عند while. قال لك هنا while she أو he was being injured, he was وهنا هنستخدم he played hard. بقول لك على الرغم من ان هو كان مصاب لفترة معينة محترمة he played hard، هو لعب بشكل ممتاز. طب ما دول جملتين عكس بعض. بقول لك هنا على الرغم ان هو كان شخص مصاب الا ان هو لاعب، او هنا بمعنى اصح عندما كان مصابا لفترة ما لعب. ده ما لعبش بس، ده لعب بطريقة ممتازة. يبقى while he was being injured he played very hard أو he played hard. هنا أنا استخدمت while. طب يا مستر عايزين نستخدمها في النص، بس خلي بالك وخلي بالك while لما أنا هنا استخدمتها في الأول استخدمتها بحرف W capital، فأنا هنا لما أجي استخدمها في النص لازم استخدمها بحرف small، يعني هتبقى هي he played hard. هنا مش هنحتاج الكوما، هنا مش هنحتاج الكوما، هنا احنا احتاجنا الكوما. ليه؟ عشان أداة الربط كانت جاية في الأول. هنا احنا احتاجنا الجملة الكوما. ليه؟ عشان أداة الربط كانت جاية في الأول. هنا مش هنحتاجها. ليه؟ لأن أداة الربط جاية في النص. يبقى he played hard while he was being injured أو he was injured عادي جدا، أو he was being injured. طيب نيجي بقى عند حاجة تانية اسمها but. خلي بالك وخلي بالك من حاجة مهمة جدا. إذا كنت بتدرس انجليش كلغة عايز تحسن الانجليش بتاعك، أو إذا كنت بتشوف الفيديوز على أساس المراجعة، أو إذا كنت بتشوف الفيديوز أساس إن هي حاجة عندك في المنهج، درس مهم جدا عندك في المنهج، إن but لازم في كل الحالات دي تيجي قبلها كوما. ومحدش يجي يقول لي يا مستر هما في الانجليش مش بيهتموا بتفاصيل الصوره دي. لا، بيهتموا بيها لحد النهارده في الكتابه عندهم. اذا كنت بتكتب على تشات او اذا كنت بتكتب فورمال او انفورمال حتى ما بتفرقش، هما بيهتموا بالحاجات دي جدا. طيب نيجي عند بط. قال لك بط بتيجي بمعنى ولكن. وخلي بالك من حاجه، هي مش بتيجي غير في المنتصف فقط. طيب بما ان بط بتيجي معنا ولكن، قال لك وبالتالي وما بتجيش غير في المنتصف. يعني بقول لك مثلا he was hungry، يعني هو كان جائع. but he didn't eat، ولكن على الرغم من كده هو ما اكلش. طبعا هنا جملتين عكس بعض. بط كانت سهله جدا وانتهت معايا. ليه بس انتهت بالسهوله دي وبالسرعه دي؟ لان بط مش بتيجي في الاول، فانا هنا ما عنديش اشكاليه ان انا محتاج لها مثال تاني او مثال اخر. طيب نيجي بقى عند however بتيجي بمعنى برضو على الرغم من، او بالعكس هي معنى متضاد برضو. قال لك however خلي بالك من حاجه. however بقى من اهم الحاجات. قال لك however بتيجي في النص وبتيجي في الاول. ايه ده ازاي؟ ده انا مستر الفصل ومستر السنتر ومستر المدرسه قال لي ما بتجيش غير في الاول فقط. استنى وافهم الفكره كلها. والله however جت في الاول، فانا عندي هتكون الاتش كابيتال وهيكون في بعدها كوما. خلي بالك هنا الكوما بعدها مش قبلها. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا جيت في مره بقول لك however it's very cold I went outside. بقول لك هنا على الرغم من ان الجو ساقع جدا الا ان انا ذهبت بالخارج. طبعا جملتين عكس بعض جدا جدا جدا. طيب حبيت اجيب however في النص بقى، دي الفكره هنا. بص بقى يا سيدي، هتبقى I went outside. بص بقى معايا، هنحط نقطة فول ستوب. طيب وبعدين هنحط however
بالحرف الكابيتال الاتش بتاعها. طيب وبعد ما حطينا however هقول لك هنحط الكوما، وبعد ما حطينا الكوما هقول لك هنحط الجملة التانية it's very cold. طيب اهم حاجه تتاكد منها ان هي حتى لو جت في نص الجمله لازم يتحط قبلها نقطه ويتحط بعدها كوما. لو جت في الاول بنحط الاتش كابيتال عادي جدا وبنجيب بعدها الكوما. طيب هسيب لك فرصه كده انك تاخد الشاشه دي سكرين شوت عشان لو عايز تاخدها تحتفظ بيها كنوع من انواع الشرح معاك، وبعد كده هنبدا مع بعض في الجزء الجديد بتاعنا. طيب الجزء الجديد بتاعنا اللي بيتكلم عن ايه؟ الجزء الجديد بتاعنا هو بيتكلم عن حل بعض من الاسئله الكويسه جدا على هذا الجرامر. طيب نبدا بحل اول سؤال. بيقول لي games improve memory not all games are educational. يعني بيقول لي ان الالعاب بتحسن الذاكره ولكن ليست كل الالعاب تعليميه. هنا عايز استخدم however في النص عادي جدا، وممكن استخدمها في الاول برضو عادي جدا. هنا هنبدا بس ولكن في الاول هبدا اقول لك ايه؟ هبدا اقول لك however games improve memory not all games. وكمل not all games وكمل الباقي عادي جدا زي ما هو. طيب هل ممكن تيجي في النص؟ هقول لك games improve memory however. هنحط however هنا في النص. هنحطها ازاي او بأني شكل؟ هنحط قبلها full stop ونحط however وبعدها الكوما. ده بالنسبه ل however في السؤال الاول. طب في السؤال الثاني but، وخلي بالك هو عادي جدا يجيبها لك من غير الكوما من غير اي حاجه خالص عشان يشوف ذاكرتك انت اذا كانت كويسه ولا لا في استخدام التفاصيل. انا هنا وليكن عندي but، انا لازم ابقى فاكر ان but ما بتجيش غير في النص وبيجي بعدها كوما لطيفه. يعني هتبقى ايه؟ قال لك هتبقى وليكن technology engages students، واحط هنا الكوما بتاعتي الجميله but schools need proper equipment زي ما هي. however لسه حالين عليها سؤال فوق، فندخل على اللي بعدها وهي while. خلي بالك بقى في while و although لما يجيب لك while لازم تركز قوي على ان هنا هو جايبها لي كابيتال ولا سمول. ما دام جايبها لي كابيتال يبقى هو عايزها هنا في الاول يبقى while. خلي بالك انا هنا عشان جبت while لازم اشيل منها but لان الاثنين ادوات ربط وما ينفعش الاثنين يجوا في نفس الجمله. يبقى while games are fun they should be educational. يبقى while games are fun they should also be educational. هنا برضو فوق خلي بالك عشان however عشان استخدمها لازم هشيل مين؟ هنشيل although. يبقى however he studied hard he got low marks أو he studied hard however he got low marks. طيب تعال نستخدم but. قال لك but هنستخدمها بدل while، وهنحط but فين؟ قال لك but هنحطها لازم في النص. يبقى traditional methods work hard but modern techniques engage students more. يبقى هنا هنحط but والجملة اللي بعدية زي ما هي والجملة القبلية زي ما هي بالظبط. تحت برضه هنشيل while يبقى he was tired وهنحط مكانها but he stayed up late to finish his homework. وبكده يا عزيزي يبقى درس النهارده خلص، واتمنى عليك رمضان مبارك وعيد سعيد بعدها ان شاء الله عليك وعليكي وعلى اسرتكم الكريمه كلها باذن الله. وهنبدا مع بعض درس جديد، فما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتحل الكويز اللي تحت في الكومنتس. لو عندك اي سؤال سيبه لنا ان شاء الله هنجاوبك عليه في اقرب وقت. وندخل بعد كده على الدرس الثالث. يبقى خلي بالك وتابع القناه علشان تبدا تشوف الدرس الثالث اول ما ينزل على طول. مع السلامه يا عزيزي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.